هل يمكن أن يكون الولي على معصية؟ نعم. قالوا لعبد القادر أيزني الولي؟ قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتلميذ المرسي أبو العباس ضبطوه يزني، فجم يقبضوا عليه جري وركب الماء وساق. فراحوا للمرسي قالوا له قول لنا بقى، احنا شفناه هو بيزني وشفناه هو ماشي على الميه، ايه بقى ده؟ ما تجننوناش بقى. انا شفته بعيني بيزني وشفته بعيني هو ماشي على الميه. قال ان الكريم اذا وهب ما سلم. افهموا ربنا، الله يهديكم، عشان انتوا بتدعوا حاجة عظيمة قوي، بديع السماوات والارض. ان الكريم اذا وهب ما سلم. يبقى ممكن واحد ولي من جانب وربنا اكرمه لغايه ما خلاه يطير في الهواء ويمشي على الميه ويزني. قالوا ما اتبعتك على انك نبي. مره واحد ولي عمل روحه انه كانه بيزني كده، دخل مع واحده الاوضه وقفلوا على بعضهم. اتباعه قالوا ايه ده الراجل الفاسد والفاجر، شوف الشيخ وعامل لي شيخ، يلا نقوم نمشي. مشيوا الا واحد منهم سخن له الميه، فطلع لا بيسخن الميه. قالوا بتعمل ايه؟ قال له ما انا قلت لحسن تكون جنب ولا حاجه عايز تغتسل عشان تلحق الصلاه. قال له ايه ده؟ ايه الفهم ده؟ يعني انت دلوقتي ما مشيتش مع اخوانك ليه؟ قال له ما اتبعتك على انك نبي. هو انا اتبعك على انك انت نبي؟ تخطئ وتصيب ويؤخذ من قولك ويرد كل حاجه، وراجل صالح في اغلب الحاجات صالح، وفي الغلطه غلطه. ولو قال له اذني قال له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انما ده نادر، ولي الله اللي يحصل له كده ده نادر. ولذلك قالوا الاولياء محفوظون لا معصومون، مفيش عصمة. فيقع الولي في الذنب، فبيقول مثل شرب الدخان هنا. لا انا جبتها لك من بلاطة بقى من الاخر. شرب الدخان ده فيه اقوال. روينا عن الشيخ محمد ياسين الفداني وهو بيقول لنا الحديث، كان بيكركر بالشيخ. حدثنا السيد عباس المالكي عن زي المشار وعمر المحرسي وهو بيروي الحديث قاعد يكركر بالشيشه رضي الله عنه مسند العالم. وبعدين قلنا له يا مولانا هو مش الدخان حرام؟ شوف الغتاتة بتاعتنا. قال رويت عن 700 من اهل مكة من علمائها ومن جاءوا عليها كلهم يشرب الدخان. الدخان فيه اقوال، احنا مش شايفين انه حرام لكن هو شايف انه حلال، فدي مش معانا. يعني ما تقولش مثل شرب الدخان، لا قول مثل الزنا. الزنا معروف حرام، فلا